السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من هنا شتى الترام اسكندرية. نشوف مع بعض آخر الأخبار الترام وصحة الإشاعات اللي طالعة إن الترام هتقف من أول نوفمبر 2024. الصراحة لما سمعت الخبر ده وقريته في كذا موقع في السوشيال ميديا. الكلام دوت كان أنا قريته قبل كده من سنتين. كان نازل في المواقع ان الترام هتقف في نوفمبر، بس الكلام ده كان 2022 مش 2024. كان حتى متعلق ورقة على محطة الرمل لو فاكرين، عند المبنى الإدارة هناك، بالترام هتقف في نوفمبر 2022. بس الكلام ده ما حصلش يعني. كل كان الموضوع ان كانت في شركة استشارية سيستر الفرنسية كانت بتدرس المشروع. وكان من ضمنها موضوع الترام وموضوع مترو اسكندرية وموضوع الاتوبيسات الترددية الأرباح ديت. وكانوا بيدرسوا مشروع الترام دوت، وقالوا أيامها إن الخط هيبلغ 14 كيلو متر، 25 محطة منهم 6 كيلو متر سطحي و7 كيلو متر علوي، وحتة نفقية اللي هي عند جنب شيزار. وكانوا عايزين يرفعوا عدد الركاب من 47,000 إلى 1,380,000 في عام 32. مسار المترو أو الترام من فاكتوريا، سان ستيفانو، جناكليس، الوزارة، رشدي، مصطفى كامل، سيدي جابر، سبورتنج، الإبراهيمية، محطة الرمل، وهينتهي عند ميدان المنشية. وزمن الرحلة هتقل من 60 دقيقة نص ساعة بالظبط، والتشغيل هيبقى 11 كيلومتر في الساعة، هيوصل ل 21 كيلومتر في الساعة. وزمن التقاطر هيبقى 3 دقايق بدل 9 دقايق. والتصميم والتنفيذ 3 سنوات. الكلام ده كان كله اتقال في 2022 وقالوا هيبدأوا، بس ما حصلش حاجة يعني ايه من الكلام ده خالص. كده بعد فترة من شهر 4 اللي فات شركة هونداي الكورية أعلنت إن هي فازت بتنفيذ المشروع. وسمعنا إن هم بيعملوا حصر للإنشاءات والمباني اللي على الترام واللي هيتشال واللي هيتحط. بس برضو الكلام ده كله من شركة هونداي، وما سمعناش حاجة من من هيئة الأنفاق أو هيئة الترام اللي هي الهيئة بتاعت الترام ديت. فكله كلام ومش عارفين ايه اللي هيحصل بالظبط. هل بقى هيتم الكلام دوت؟ الشركة اللي اسمها هونداي روتيم وقالت إن هي فازت بمشروع تطوير تمن الرمل، وحتى أيامها قالوا إن هم وقعوا عقد خلال أيام بقيمة 245 مليون دولار. وهذا اللي حصل يعني في الموضوع كله. ان الترام هتتحول لمترو كهربائي كله بدل لا، هو اصلا كهربائي، معرفش هي كهربائي يعني ايه، بس هيتطور ويتحدث ويبقى اسرع من كده بكتير. وكانوا قالوا برضو ان هم هيلغوا خط من الخطين، واعتقد ان هو خط ترام النصر، علشان ترام سيدي جابر ترام بقوسة هيتلغى، لأن ترام سيدي جابر هتبقى تبادلية مع مترو أبو قير أو مترو محطة مصر أبو قير. يبقى المحطة بتاعت الساب، المحطة بتاعت سيدي جابر، المحطة اللي هي خط النصر ممكن بقى يتشال خط بكوس، والله أعلم برضه. ويقولوا إن في 11 محطة سطحية
و12 محطة علوية، ومحطة واحدة نفق مفتوح اللي هي عند كم شيزور. المسار السطحي 5 كيلو، والمسار العلوي 7 كيلو، وحوالي 200 متر نفق مفتوح اللي هو كم شيزور. الخطة لسه ما بدأتش يا جماعة، هو الكلام ده سامعين عليه من سنين. فلسه الكلام واحدة واحدة كده إيه، هو هيتعمل، بس تقريبا هو هيتعمل بعد انتهاء مشروع مترو أبو قير. أو مترو أبو قير بدأ في شهر 1، ومدة التنفيذ بتاعه 30 شهر. سمعنا إن هم بقى 26 شهر بس، يعني 3 2027 أو 4/27، يعني كمان إيه، كمان سنتين بالظبط. يعني هو 24 خلصت تقريبا، هيبقى 25 26 27، سنتين ونص تقريبا. ممكن يتأجل الترام دوت، مشروع الترام دوت، لحد موضوع المترو ما يخلص، أو المترو أبو قير ما يخلص إن شاء الله. والله أعلم بإيه اللي هيحصل يا جماعة. إحنا كلنا بنجتهد وبنشوف، وبنبحث في وراء الأخبار. حد كده كان قرا الكلام دوت اللي هو كان من سنتين، فحصل التباس عليه، أو حصل يعني ما خدش باله من التاريخ، وقال إن الكلام ده يحصل يعني. إن شاء الله هو زي ما إحنا شايفين، مشروع مترو أبو قير شغال زي الفل. زي ما شفنا صورنا كده في القناة، أعمدة انتهت في أبو قير، اللي توصل حطوا الأعمدة، وسامعين الشهيدة كمان يحطوا الكمامات العلوية اللي هيمشي عليها المترو. وبرضه صورنا في المنظرة وسيدي بشر والعصافرة بدأوا يحطوا الخوازيق، أو يحطوا شبك الحديد. إن شاء الله برضه شوية كده وشغالين واحدة واحدة يعني. المترو زي ما عارفين 20 محطة أو 21 محطة. اضافوا 5 محطات جداد: ميامي ومحمد نجيب وكفر عبده وسبورتنج وباب شرقي. وان شاء الله برضو هنصوره. بصوا يا جماعه، ديت كان في عطل في الترام، دي الطوارئ بتاعت الترام. حوالي الطوارئ دي كان في عطل في الترام، بقى الترام كان بقالها كده ساعة أكتر من ساعة ما جاتش. فديت عربات اللي هي بتاعت صيانة الكهرباء وصيانة القضبان تقريبا، يعني تبقى الكهرباء زي حاجة عطل بالكهرباء يعني. دي محطة رشدي